هل تعلم أن كنزا ملكيا يفوق الوصف ظل مخفيا عن العالم لآلاف السنين؟ انتظر، قبل أن نكشف السر اضغط إعجابا وشارك هذا الفيديو واترك تعليقك، ولا تنسى المتابعة لأن القادم أعظم. بين كنوز المتحف المصري تقف تحفة ذهبية مهيبة، إنه القناع الجنائزي للملك باسوسنس الأول، أحد أعظم أعمال عصر الملوك المتأخرين. صنع هذا القناع من الذهب الخالص، ذهب صيغ بدقة مذهلة ليجسد ملامح الملك في أبهى صورة، وزين بتطعيمات من حجر اللازورد الأزرق ومعجون الزجاج الملون الذي أبرز الحواجب والشرائط المثبتة للحية وتفاصيل العينين. العيون صنعت من حجارة سوداء وبيضاء، فتبدو وكأن الملك يفتح عينيه من جديد بعد آلاف السنين. يرتدي القناع غطاء الرأس الملكي المسمى بالنمس، وتعلوه الكوبرا المقدسة رمز الحماية والقوة بين الملوك، كما تتدلى منه لحية مستعارة مضفرة، وهي علامة ملكية تعلن الهيبة والمكانة في العالم الآخر. عام 1940 وفي تانيس بشرق الدلتا دخل بيير مونتيه مقبرة ملك لم تمسه يد منذ 3000 عام، وهناك ظهر هذا القناع كما تركه صانعوه، ذهبا خالصا وجمالا خالدا وكمالا لم ينله الدهر. لكن العالم كان غارقا في صخب الحرب العالمية الثانية، فلم يحظى هذا الاكتشاف بالضجة التي يستحقها. واليوم يقف القناع شامخا في المتحف المصري، شاهدا على عبقرية المصريين القدماء وروعتهم في صياغة الذهب وإيمانهم العميق بالخلود